ملخص اخبار النهارده اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى، جايب لك شويه اخبار هيفيدوك جدا. طبعا كل خبر انا جايبه لك بالمصدر. قبل اي حاجه عزيزي المشاهد ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امرا. اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا فما تبخلش عليا بالاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع رسميا بيراميدز يتاهل لدور ربع النهائي بعد الفوز على نهضه بركان بنتيجه 3-0 بدور المجموعات. رسميا برشلونة الأسباني يعلن التعاقد مع حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء. وفقا لموقع اليوم السابع، الأهلي المصري يحصل على موافقة أربيل العراقي لضم مصطفى قبيل، ويتبقى صياغة العقود ووضع بعض الشروط. تقارير محمد الشناوي يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام البنك الأهلي. وفقا لموقع يلا كورة، أزمة أشرف داري في طريقها إلى الحل. هناك سيناريوهان لحل أزمة اللاعب خلال الساعات المقبلة. الحل الأول هو خروج داري على سبيل الإعارة، وهناك بعض العروض التي تلقاها في شهر يناير الجاري. إذا لم يوافق داري على الرحيل سيتم تسوية مستحقاته بشكل ودي خلال 48 ساعة. وفقا للإعلامي أحمد شوبير، زيزو وياسر إبراهيم يقتربان من الغياب عن مباراة الأهلي والبنك الأهلي. تقارير غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا تقرر أحقية إكس السويدي بالحصول على 1,100,000 دولار بالإضافة إلى فائدة 5% من يوليو 2025 من نادي الزمالك المصري بسبب اللاعب الفلسطيني عمر فرج، بالإضافة إلى تحمل الزمالك مبلغ 25,000 دولار تكاليف الإجراءات أمام الفيفا. تقارير تم فرض غرامة مالية على محمد عواد، لكن عبد الناصر محمد مدير الكرة يرفض الإعلان عن أي عقوبة إدارية. الزمالك يبحث مع بارون أوشينج فسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين. محمد شحاتة لن يلحق بمواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الأربعاء المقبل. وكالة اللاعب الأردني عودة الفخوري تعلن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز. فوزي الحناوي ينتقل رسميا إلى بيراميدز على سبيل الإعارة من حرس الحدود. رسميا مصر تطلب من كاف تنظيم كأس الأمم الإفريقية نسخة 2032 أو نسخة 2036. بس كده عزيزي المشاهد، ملخص أخبار النهاردة، جايب لك أهم الأخبار وكل خبر أنا جايبه لك بالمصدر. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو وعايزني أستمر بنفس السلسلة أنزل لك كل يوم الأخبار بالمصدر، اضغط لايك ومتابعة واستناني في فيديو جديد. بس كده، وقبل ما أقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.